هاتي كيلو عنب احمر او عنب من الاسود، والاسود يفضل، بيكون جميل جدا. تمام، غسلناه كويس ونقعناه، وطبعا انا نقعته في ليمون وخل، وبعدين شطفته تاني وصفيته بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بكوبايتين من السكر، اللي على الكيلو كوبايتين من السكر. تمام، هنقلبه بقى بالشكل ده، ويفضل نسيبه شويه كده لما يعمل سوائل او السكر يروح منه، بس انا عملته على طول طلع ما شاء الله جميل جدا. هنزل بشويه كده من الليمون، يعني نص ليمونه. هحطه بقى على النار وهستنى عليه لما القوام يتقل بالشكل ده، وهبدا ان انا اخد 3/4 الكميه واديها لفه في الكبه او في الخلاط، لفه واحده بس، لحد ما يبقى معايا كريمي بالشكل ده. الكمية بقى المتبقية اللي هي اللي أنا حشتها، هنزل بيها كده على باقي المكونات بالشكل ده، وهقلبهم علشان يبقى عندي المربى فيها قطع كده زي اللي بنشتريها من بره وأحسن كمان. وطلع عندي أحلى مربى عنب، يعني من الآخر حاجة كده ولا أروع. هنحط بقى على التوست ونحط معاها قشطة ونحط معاها زبدة، هتبقى طعمها رهيب. بتتباع غالية جدا بره، نتعود بقى نعمل كل حاجة في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.